أهلا وسهلا بكم المرة الثانية. حابة أني أشكر الناس المستمرة في دعمي بالإضافة للناس الجديدة اللي انضمت لهم وتواصلوا معي وبيساندوني. جزاكم الله ألف خير. مازال بالفعل في الدنيا خير والحمد لله. بالنسبة للناس اللي عم تسألني على الدليل، طبعا أنا مستحيل أطلع أعمل فيديو بصورتي وبشخصي من أكاونتي وباسمي وأنا عم بقول افتراء أو أكاذيب، ولكن نظرا لحساسية المعلومات اللي يمتلكها ما فيني أمدها إلا للجهات المعنية آه، فقط. المهم ندخل في الموضوع. حكينا في الفيديو اللي فات عن علاقته بطليقي وعن المبالغ اللي كان يبعتها له وعلاقته بالأجهزة الأمنية، وكذلك بعض المسؤولين اللي بدأت لما جاله اتصال من الجهة الرسمية وتم استدعائه للتحقيق ودفع رشوة وقفل الموضوع تماما. حنتكلم في الفيديو هذا عن الجرائم اللي ارتكبها ما بين غسيل أموال وتمويل منظمات سياسية في بعض الدول بتصنفها منظمات إرهابية داخل وخارج مملكة البحرين. بعد وقائع الرشوة اللي حكينا في الفيديو اللي فات بدأت تتضح قدامي كتير أمور. صار يبعث لي بعدها مبالغ مالية بالدينار البحريني والدرهم الإماراتي والريال السعودي حوالي 7 أو 8 مرات تقريبا. مجموع المبالغ اللي وصلتني تعدى 3.5 مليون دولار. زي ما كان يبعث لي ناس تسلمني فلوس من جنسيات آسيوية مختلفة، ناس ما بعرفها بأرقام ما بعرفها وأرقام غريبة private number وهيك. صار يبعث لي كمان ناس تستلم مني المبالغ هاي بس ما بعرف لوين بتروح وكيف بتدخل هالفلوس، أنا ما عندي علم. حتى إنه في مرة حصل غلط ما بعرف إن كان غلط أو إن كان تجربة منه أو اختبار، وصلني كيس لونه أسود بداخله مبلغ مالي من الفئة السعودية. كان 500 ريال سعودي، لونها مسود أو عليه صبغة أو عليه شيء هيك مو طبيعي. فلما استغربت أنا يعني قلت شو هالمبلغ هذا كله بنفس الطريقة يعني، فبعثت رجل أعمال إماراتي، بعث له صورة وقلت له يعني شو هذا المبلغ اللي وصلني. فصار يصرخ ويعتذر مني ويقول لي هذا واحد حمار. أنا قلت له لا تعطيها هالمبلغ، لا تعطيها هالكيس، إجاكي بالغلط ومش عارف شو. وصار حتى لما سألته قلت له شو الموضوع يعني فهمني، قال لي لا تحكي في هالموضوع مرة ثانية وما تحكي هون على التليفون يمكن يكون مراقب. انت ناسي انا لسه جايني اتصال من الجهات الرسميه من البحرين ولسه قاف القضيه، فلا تحكي في هالموضوع هون بالتليفون، بس اشوفك راح افهمك. ورغم انه الوقت كان متاخر يومها ولكنه بعث لي شخص اخذ مني هذا الكيس. لما اجى على البحرين وقابل الناس المسؤولين وراح قابلهم مشان مشروع بينهم وبين بعض، وفي منهم ناس مسؤولين وفي واحد في أحد الأشخاص اشتغل لصالح شيخ من الشيوخ من أفراد العائلة المالكة مشان بزنس كبير بينهم. يومها احنا تقابلنا بالمساء وحبيت إني أعرف الأسئلة الكتير اللي في راسي، حابة إني ألاقي لها أي تفسير. حبيت أعرف شو الموضوع بالضبط. أنا يعني أنا كوكيلة أعماله ولكن بدير كمان البرج اللي موجود عنده، ولكن من يوم ما عرفته ومن يوم ما عمل لي التوكيل ما اشتغلت أي شيء يذكر في البرج ولا عملنا أي شيء لصالح أو فائدة البرج، وكان شغلي كله يقتصر على إني أستلم وأسلم فلوس فقط، مرة رشوة ومرة فلوس سوداء ومرة فلوس مش عارف كيف نوعها. فأنا حابة أفهم الأسئلة هاي اللي كلها اللي عندي، حابة لها تفسير. فرد علي بالحرف الواحد، قال لي هذا تبييض أموال، ومثل ما كنت بشتغل مع طليقك وكنت معاه سخي رح أكون معك أنت كمان سخي، ورح أعطيكي نسب، وحيكون شغلك في العلن قدام العالم كله إنك أنت وكيلة أعمالي في البحرين وتديري لي موضوع البرج، ولكن في الخفاء رح نشتغل على موضوع تبييض الأموال وإرسال الأموال يعني إلى بلدان تانية مثل الأردن، تركيا، مصر، سوريا، لبنان. حتى إنه سألني قال لي لو بتعرفي ناس موجودين بالسوريا أو لبنان أو في أي مكان في العالم ممكن يسلمونا فلوس في سوريا ولبنان مقابل نسبة 40%، حاولي تواصلي معاهم وتاخدي أرقامهم وتبلغيني. آه، فأنا هون بصراحة خفت كتير لما عرفت طبيعة الموضوع وعرفت الموضوع كبير كتير وأكبر مني أنا شخصيا. آه، حبيت أعرف يعني هل الفلوس حتروح لوين بالضبط، وفهمت إن هي فلوس رح تروح لتمويل منظمات
معارضة ومصنفة على إنها إرهابية كمان داخل وخارج مملكة البحرين. فهون صرت أنا بصراحة خايفة، وصرت بتحجج إني حابة إني أسافر، إني يعطيني وقت أفكر، وقت لحتى أعطيك قراري، لحتى مدري شو. صرت أضيع في وقت لا أكثر، لأني أنا كنت بصراحة في يعني اتصدمت، توقعت كل شيء إلا هذا. المهم نظرا لكثرة التفاصيل في الفيديو، واحنا طولنا الفيديو كتير، فأنا حابة إني أعتذر منكم ونكمل بقية التفاصيل في الفيديو اللي بعده، وإن شاء الله ما نكون طولنا عليكم. وأنا حابة أتشكركم مرة ثانية، وما تنسوا تدعموني أكثر بالشير حتى توصلوا صوتي للمسؤولين ويوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، وإن شاء الله يا رب على إيدكم أنول براءتي. السلام عليكم.